محمود اهلا بيك. اهلا بيك وفين مساء الخير. اهلا بيك استاذ طارق. ليه عملت دعوه اسقاط الجنسيه عن آية حجازي؟ طيب انا بس سريعا عشان ما اعطلش حضراتكم انت وضيوفك المحترمين، انا ليا بس تعليق بسيط كده على اللي حصل. شفت الحلقه كامله. هو الحكم صدر ببراءه آية حجازي وبقيه شركائها يوم 16/4 على ما اعتقد. ده حكم نهائي وائل بيه ولم يعد باتا. احنا قدامنا دلوقتي يعني انا اعتقد ان اي من هي النيابه المفروض تطعن خلال كام يوم؟ 60 يوم. اعترض عليه القضيه باسباب الحكم اللي لغايه دلوقتي لم تودع. يعني الضيوف اللي مع حضرتك المحترمين استاذ علي ايوب وبقيه الضيوف لم يطلعوا. انا شايف ان استاذ علي بيقول انا ما قريتش القضيه. ما شفتوش، لا ما شفتش الحكم كمان لم يطلع على اسباب الحكم. يعني احنا اسباب الحكم ممكن تستند على اسباب اجرائيه استاذ وائل. بمعنى ايه؟ ان حد يكون متلبس بارتكاب جريمه وممسوك معاه كذا بس المحكمه مش بتطمئن لادله الثبوت، في بطلان في الاجراءات، في خطا في الاجراءات، فالمحكمه بتصدر حكم بالبراءه. دي لازم الراي العام توضح له هذه النقطه. محكمة جناية التعدين حتى هذه اللحظة لم تودع أسباب الحكم بالبراءة، فاحنا ما اطلعناش عليه. أما بقى مكتب الفني للنائب العام تعرض عليه أسباب البراءة بالقضية ويشوف إذا كان الحكم فيه أخطاء فممكن إن هو يطعن عليه بالنقض. فإذا الحكم ده لسه مفتوح لغاية ما يعدي 60 يوم. عشان انا شايف يعني كده ان دلوقتي القضاء المصري دخل في حته ان في احد الصحفيين الامريكيين كتب تغريده ان ما اعرفش ترامب هو اللي اصدر حكم بالبراءه. لا ده ما اعرفش في بيان صادر من البيت الابيض. انا اعتقد ان لازم بيان يصدر من مجلس الوزراء، مؤسسه الرئاسه، مجلس النواب، وزاره الخارجيه ترد وتستدعي السفير الامريكي وتصدر بيان شديد اللهجه للرد على التدخل في الشان القضائي. يعني احنا شايفين القضاء المصري وائل بيه يهاجم من الدول الخارجيه ومن جماعه الاخوان الارهابيه ومن بعض المنتمين للجماعه في الداخل. فمش معقول احنا يعني حضرتك اعلامي قدير واحنا كلنا لازم نحافظ على هذه المؤسسه وائل بيه. طبعا ما فيش شك. احنا نساير الموجه اللي بتتكلم نرد ببيان شديد اللهجه ان احنا نستدعي بقى بالنسبه لطلب الاحاطه وزير العدل ونساله في الاسباب والظروف والملابسات اللي خلت محكمه الجنايات تصدر حكم بالبراءه. لا ما قلناش كده خالص. لا. ايه فلسفتك في اقامه دعوه لاسقاط الجنسيه؟ انا بحاول على حضراتكم بس يعني انا عارف ان انتوا تعبتوا. لا الساعه 3 الصبح. طيب هل يا استاذ طارق انت بنيت دعوتك في اسقاط الجنسيه على الماده 10 والماده 16 من قانون 26/75 ولا لا؟ سيدي بس اسمعني يا استاذ علي. انت بتستدعي وزير الخارجيه. اسمعوا بس يا جماعه هنوضح، بس عايز اسمعه بس وينهي كلمته. سيدي يا سياده تستدعي انا مع تستدعي وزير الخارجيه وتساله ان الخارجيه تراخص في الرد على البيان الامريكي الصادر من وزاره الخارجيه، البيت الابيض، الاقوال اللي بتتناثر هنا او هنا. اما بقى بالنسبه عشان ما اطولش على حضراتكم، انا اقمت النهارده دعوه اسقاط جنسيه ضد الشخصه دي آية حجازي استندت فيها قانون 76 فقرته العاشره و16 ان هي لما اكتسبت الجنسيه الامريكيه لم تستاذن ولم تقدم طلب لرئيس الوزراء ووزير الداخليه بالموافقه على اكتسابها الجنسيه الامريكيه اللي بتحتم يا وائل بيه اما بتيجي تكتسب الجنسيه الامريكيه بيبقى في قسم ولاء. انا متداخل انضمامي معاك في الدعوه. فهي اما بتختم هذا الولاء بتقول ان هي ولائها الوحيد بعد هذا القسم لامريكا فقط دون اي بلد اخرى. اذا هذه البني ادمه خلاص من بعد ما اقسمت هذا القسم اصبحت ولائها الوحيد لامريكا. الظروف بقى المتعاقبه طبعا قلت يا طارق يا محمود انت ليه اشمعنى دي رفعت عليها وما رفعتش على الاف المصريين المتجنسين بالجنسيه الامريكيه وجايين ورايحين مصر وامريكا؟ الظروف بقى اللي قبل كده واللي تالت اصدار حكم البراءه يا وائل بتؤكد ان البني ادمه دي شخص
ثمين بالسه او بالسين ومهم وفي كل الصور للاداره الامريكيه، ان اداره اوباما تيجي وراها عشان تطلعها، ووزيره خارجيته هيلاري كلينتون تطالب مرارا الخارجيه المصريه ان هي تطلعها. كانت مرشحه للرئاسه. انت هنا عايز تطلعها جاسوسه يعني ولا ايه؟ هنا بتتعامل مع اي حجاز على انها جاسوسه؟ يعني ده كل الامور بتودينا ده. انا تهيالي فاضل ان ترامب كان يجيب لها فرقه حسب الله ويقف قدام البيت الابيض عشان يستقبلها يعني ما في حسب الله امريكاني يا متر. هو في حسب الله امريكاني. هو في حسب الله اقوى من ايفانكا ترامب حسب الله. يعني ايفانكا ترامب اقوى من حسب الله. بالظبط. استاذ وائل بتؤكد ان هذا الشخص مهم جدا. حسب الله امريكاني يعني في طيب استاذ خالد هنا هو بيقول في ناس عايزه تودي في هذا الاتجاه، احول اي حجازي من ضحيه الى جاسوس. والله انا شايف ان الاتهامات دي يا استاذ وائل لا يتم اطلاقها جزافا، وانا يعني ما ده تقريبا نفس الكلام اللي قاله الاستاذ علي. وانا لا انت يعني ان هو اسقاط الاسقاط الامريكيه ومع الدعوه بتاعت اسقاط الجنسيه المصريه. اسقاط الجنسيه المصريه بسبب المخالفه للقانون اللي الاساتذه اللي بيشيروا له. انا زي ما قلت لحضرتك يا استاذ علي سالني سؤال مش هنقطع بعض دلوقتي. انا اسف قصدي الاستاذ عطيه اللي هو بتاع تحالف مصر فوق كل الناس ده، اللي هو كان بيقول انه دي جاسوسه ومش جاسوسه، وحضرتك قلت عليه صائد الجواسيس الاستاذ يعني. فبالتالي انا بقول حضرتك انا لا اتعامل بالاستهانه مع اطلاق هذه التهم جزافا. تهمه الجاسوسه دي بتستوجب الاعدام وفقا للقانون. لا نقول على واحد جاسوس ولا نقول عليه خاين ولا نقول عليه عميل من غير ما يكون عندنا ادله. ولو الاستاذ عنده ادله او الاستاذ علي عنده ادله عايزين يقدموها فيما تتعلق بهذه الامور، فيروحوا يقدموها ببلاغ للنائب العام ويتم التحقيق في هذا البلاغ. ولو ثبت ان هي بتقوم بانشطه تجسسيه، رغم ان انا مره ثانيه يعني شويه عندي ثقه ان الاجهزه الامنيه عندنا في مصر لو كانت شكت ان هذه السيده لها اي علاقه بجاسوسيه ما كانت تحاكم بتهمه الجاسوسيه بدل ما تحاكم بتهمه اساءه استغلال الاطفال. يعني انا توجه لكم جميعا بالشكر في يقيني ان المخفي اضعاف المكشوف في قضيه آية حجاز.